السلام عليكم، صحة رمضانكم وصحة شريبتكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. عندنا البوراك هو أساسي في الطاولة الرمضانية في الجزائر. دونك كل مرة تحبي تبدلي تنوعي تبدلي في الفخص تاعو اللي ديريها لداخل. اليوم جبت لكم حشوة جديدة راح تنوعي بها الزينة تاعي. نوضي جربيها واكيد راح تفرحي بها العائلة تاعك وتفرحي تيتان. ما تنسيش تضغطي على جيم وابوني في لاشين تاعي باش يوصلك كل جديد. نبداو على بركة الله. بسم الله. أول حاجة ناخذ مقلاة اللي راح نطيبوا فيها كلش، يعني هذه المقلاة تقدري تستعملي فيها كل لي زانغريديون اللي راح نديروهم في لافاس تاع البوراك تاعنا. واش درت هنايا؟ عندي نص صدر تاع الدجاج ولا ربع قد ما عندك تقدري تستعمليه، مع كبده تاع الدجاج وقلب. انا هنا درت كبده واحده وقلب واحد مع شويه تاع الدجاج. درت المقله تاع الزيت تاعي تسخن فوق الفرن، ورحت رجعت البصل تاعي كنت قطعته شرائح كيما راكم تشوفوا. هاليكم انا خذيت حبه بصل كبيره قطعتها شرائح، الدجاج قطعته دي بتي كارو صغير باش من بعد ما يجينيش كي نكون نفخصي في البوراك تاعي يبدا يقطع لي الورق ويخرج لي. دونك هنا عندنا حبه طماطم تاني نزيدو نقطعوها مربعات صغار ونقليو كلش مع بعض. نبداو حاجه بحاجه ما تسرعوش. نروحوا المقله نتاعي بعد ما سخنت رميت عليها هذاك الدجاج مع لي زابا وخليتهم يتقلاو على نار متوسطه، جست ياخذوا لي التحميره هذيك ويتشربوا لي الملح. كنت درت لهم ملح والفلفل الكحل نسيت ما صورتهمش معكم. هنا بعد ما طابوا نحيهم بجيه، وهذيك المقله الزيت اللي تقلاو فيها نخليها ندير عليها البصل. البصل هذاك راح يشرب بنة الدجاج وراح يجيك بنين بزاف بزاف. نديروا ليه رشه تاع الملح برك ونغطوه ونخلوه على نار قليله باش يذبل ويطلق الماء تاعو. في جهه واحده اخرى واش نروحوا نديروا؟ نخدموا لا بيشاميل تاعنا اللي راح نديروها مع الحشو. عندنا هنا حندير كونتيتي صغيره لانه ما نحتاجوش بزاف، يا ربي زوج مغارف كبار. دونك عندنا كاس تاع الحليب درت معاه تحبي دي مغرفه فارينه ولا مغرفه نشا، انا نستعمل النشا دائما في لاكريم تاعي، مع قرصه ملح ودرت عليها مغرفه تاع جبن. راح نستعمل هنايا الجبن تاع البيدون هذايا، وانتم تقدروا تستعملوا اي فرماج عندك، تقدري حتى تاع الحبه ولا فرماج رابي واش عندك تقدري تستعمليه. هاي ليكم درت هنايا مغرفه ونص كبيره، نحطهم فوق النار نحركوهم مره على مره ونخلوها حتى تثقل، يعني ترجع لك كريمه عاقده. في جهه واحده اخرى البصل تاعي بعد ما تقلى رميت عليه الطماطم. من بعد ما تقلت لي الطماطم تاعي وذبلت كامل رجعت عليها الدجاج هذاك. التوابل اللي استعملتهم انا درت غير فلفل الكحل مع زعتره ورشه تاع راس الحانوت، ولا تقدروا تستعملوا توابل تاع الدجاج ولا تحبوا تستعملوا تاع الشاورما. ليسونسيال تبقاي تحركي كيما راكي تشوفي لا بيشاميل راهي عقدت لنا، تبقاي تحركي حتى تشرب هذيك لاصوص تاعها، الماء تاع الطماطم والبصل اللي تشربوا، يعني ما عندنا حتى سوائل درناهم. بعد ما طابوا لي كامل شوفوا ندير عليهم كونتيتي صغيره، انا هنا حوالي زوج مغارف كبار تاع لا بيشاميل، ونخلط كلش مع بعض ونخليها تبرد. يعني الالوان ما شاء الله ما عندي ما نحكي لكم، مع ريحه الزعتره. تقدروا تزيدوا ديول المعدنوس انا نسيت ما درتوش. نخلوها تبرد ونبداو نفخسيو بها الديول تاعنا. انا هنايا نستعمل ديول تاع المشريين، يعني ما ماشي تاع الفابريكا، يعني عندي وحده جارتي تخدمهم ما شاء الله عليها يعطيها الصحه والعافيه، نكموندي توجور عليها. دونك هنايا كيما راكم تشوفون نفتحهم ونحط لافاغس تاعي. الطريقه تاعهم تاع الغرق كل واحد وطريقته، انا هذه الطريقه اللي نستعملها نحسها ما تخرج ليش لافاغس وفي نفس الوقت تجي مقرمشه لداخل، وسورتو في القليان هو اللي يعطيك القرمشه اللي توصل للقلب. انايا البوراك تاعي جامي يخطيه الكومونبير تاع الاولاد نديرو بلا مي، بصح تاعي انا وزوج تاعي لازم يكون الكومونبير فيه. دونك ندير طبقه منه ونكمل العمر كامل فخسي كامل البوراكات تاوعي. وانتوما ثاني تحبوا تستعملوا الكومونبير، تحبوا تستعملوا اي جبن واحد اخر اللي ما دارتش جبن طري لداخل في لافاغس تقدر تستعملوه هنايا، ولا تحبي تزيدي حتى شيدر ولا اي حاجه.
المهم كل حاجه ترجع ليك. دونك هكايا نكمل نفخسيهم كامل ونروح نقلي البوراك تاعي. الزيت تكون سخونه مليح، ما تخليش الزيت ضعيفه لانه من بعد راح يشرب لك وما يطيبش على الداخل، تجيك مزيت. وما تزيديلوش الفرن بزاف لانه راح يتحمر لك على برا وما يطيبش على الداخل، لازم تكون النار متوسطه والزيت تكفيه. تقسميه كيما راكي تشوفي يجيك خوستيون ويجي فخسي بزاف بنين. طاجين الحلو شاركته معكم في الفيديو السابق، صدقوني راح تلقاو بزاف وصفات شابين في القناه تاعي. ما تنساوش تضغطوا على جيم وتشاركوا مع الحباب. هذا بالنسبه للفيديو تاع اليوم. والفيديو اللي راهو جاي ان شاء الله في الايامات الجايه غدوه ان شاء الله راح ينا ربي، راح يكون على لي كورني سالي اللي دومونديتوهم بزاف مني، نديرهم لكم بلا فرس لا كريم فروماج مع الشاورما، راح يعجبوكم وينالوا رضاكم. استناوني في الفيديو اللي جاي. يعطيكم الصحه البنات وصحه شريبتكم وربي يتقبل منا ومنكم الصيام. سلام.